السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمسي على كل اخواتي الاهلاويه اللي منوريني دايما. فيديو جديد على اليوتيوب. اتمنى اللي مش مشترك في القناه يشترك عشان يوصل له كل جديد، ولايك وشير للفيديو عشان فيه ضحك جديد وضحك كتير. مش هنخلص من الضحك. ضحك وضحك غيرك، ضحك كل الاهلاويه على تصريحات البائس المحلي يا جدعان. معانا اخبار مهمه، منها عرض مغري فريق انجليزي لمحمد عبد المنعم، وان الاهلي ما طلعش هو مدلل الكاف الوحيد، وان امير او احمد مرتضى منصور هو ورئيس نادي الزمالك والده زهقوا وشبعوا من بطولات الزمالك اللي بياخدها كل شويه، يقول لك كل يومين بطوله. ناخدوا التصريحات واحده واحده. اول حاجه، الاهلي ما طلعش هو مدلل الكاف الوحيد. اسطوانه شبعنا منها. الهلال السوداني الزول كل شويه يقول لك الاهلي مدلل الكاف، الترجي يقول لك الاهلي مدلل الكاف، الوداد يقول لك الاهلي مدلل الكاف، والزمالك البائس المحلي بقاله سنين بيصيح ويقول لك الاهلي هو مدلل الكاف، واللي الكاف بيخدمه علشان ياخد بطولات وعيسى حياته والهري ده كله. الخبر بيقول لك ايه؟ الاتحاد الافريقي يقرر اعفاء الانديه الثمانيه المشاركه في بطوله دوري السوبر الافريقي من الادوار التمهيديه لدوري ابطال افريقيا. يعني الفرق المشاركه في دوري السوبر الافريقي دوري صفوه الفرق الافريقيه اللي بيعتليه النادي الاهلي نادي القرن. الدوري دوت الفرق المشاركة فيه الثمانية مش هيلعبوا أدوار إقصائية أو أدوار تمهيدية في دوري أبطال أفريقيا، هيخشوا على دور المجموعات على طول. يعني إيه ده؟ ما طلعش الأهلي مدلل الكاف لوحده، ده في 8 مدللين للكاف أو من مختلف الدول. يبقى الموضوع ده بيحصل بالإحصاء والأرقام والنقط وحسابات ولا لأ؟ أكيد ليها حسابات. عشان بس جدي فيريرا يقول لك ازاي انا مركز ثالث وشاركت في دوري ابطال افريقيا، او ازاي الزمالك مركز ثاني وشارك من الادوار التمهيديه من دور ال 64 عشان انت مركز ثاني في الدوري او بطل الدوري، لكنك في افريقيا حصاله مالكش عدد نقط في افريقيا اصلا. المهم، قرعه دوري ربع النهائي يوم 15 يوليو. البطولة ستبدأ يوم 20 أكتوبر. مين بقى هم الفرق الثمانية المشاركة في السوبر الأفريقي واللي هيشاركوا من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا؟ أولهم طبعا نادي القرن زعيم القارة النادي الأهلي، تانيهم نادي الترجي التونسي، ثالثهم نادي الوداد هتوحشنا يا باشا. رابعهم نادي صن داونز، عشان اخسر منك 5 في دوري السوبر الاوروبي الافريقي. انا عايز اخسر منك 5 يا صن داونز، بالله عليك خليهم 7. بحبح براحتك اهداف، احنا عايزين ناخدوا كاس العالم للانديه يا اسطى. بطولة ضعيفة وهتفشل فشل ذريع اساسا، واي بطولة من غير الزمالك ما توقع لهاش النجاة. طبعا عشان كده كاس الرابطه فشل. انا عايزك بس تكمل بقية الفرق بالله عليك. الفريق الخامس هو الرجاء، فرقتين من المغرب على فكرة. الفريق السادس اشمعنى؟ سيمبا. الفريق السابع مازيمبي. الفريق الثامن انيمبا. تخيل انيمبا، يعني انيمبا طبعا نادي كبير جدا، بس امتى اخر مرة سمعت فيها عن انيمبا؟ بالله عليك. طب يبقى تخيل ليه؟ لما انيمبا اللي هو نادي منتهي بقاله تقريبا فعلا 10 سنين انا ما بشوفش انيمبا في ادوار اقصائيه في دوري ابطال افريقيا ولا حتى الكونفدراليه، وانت تقول لي انت زعيم القاره ونادي القرن الحقيقي يا راجل. كنادي زمالك، انا عايز اعرف ذمتك عاجبك نادي الزمالك؟ الانديه دي متاخده واحنا لا، ليه؟ انا عايز توضيح. ايه المعايير اللي انتوا ماشيين بيها يا جدعان؟ ليه احنا مش موجودين؟ طيب ما ايه سيمبا ده مع احترامي له ما عمره ما خد دوري ابطال افريقيا اساسا، وايه نيمبا ده؟ طب ما مازيمبي زيه زينا بقاله 70 سنه بيخرج من دور المجموعات. المعايير دي قال لك ما ينفعش فرقتين من دوله واحده. طب ما انت واخد الوداد والرجاء يا عم، ما تاخدني معاهم يا عم، ما تاخدني اضحك لك الدنيا، افك اروش عليك. ليه بجد الزمالك مش موجود؟ انا مش فاهم بصراحه. انا الصراحه كاهلاوي انا شايفها ظلم كبير جدا، لان نادي الزمالك نادي كبير في القاره. نادي الاهلي والزمالك سمعه للقاره الافريقيه، فازاي فعلا الزمالك 5 افريقيا، الوداد والرجاء 3 كل واحد.
فدي الصراحه علامه استفهام. بس انا مالي بقى، ما تقوليش بقى احتواء وحكام. ده انا بطل الدوري وكاف سنتين وي ورا وي. بعض. الخبر التاني والمضحك اللي انا عايز له تفسير، فسر لي يا عم، فسر لي يا اسطى القميص ده. بيقول لك ايه احمد مرتضى، انا زهقت من البطولات، انا لو عملت احصائيه للبطولات اللي خدتها وقت الحلقه هيخلص. ده المستشار مرتضى منصور لسه مكلمني وبيقول لي يا ابني احنا ما خدناش بطوله النهارده، اصل بقالنا يومين ما خدناش بطوله. هما كانوا مأجرين بلاي ستيشن، كانوا بيلعبوا بيس، يعني هما كانوا بيلعبوا بيس مثلا، فعاملين دوره كده هما الثلاثه. الحوار ده حاجه من الاثنين، يا اما بيلعبوا ماستر ليج فكل شويه ياخد بطوله يفضل سهران على الكمبيوتر، وجايبها ايزي كمان، مش توب بلاير يا اما ولا نجم متميز. يا اما قصده على بطولات الافلام او الاغاني. اصل اخونا بقى بيكتب دلوقتي، بيقعد مع شعراء ومخرجين وممثلين. في يا جدعان انتوا في ايه؟ ده ابطال التايتنز يا اسطى معاهم بطولات اكتر منكم. انتوا بتقولوا الكلام ابطال ده بجد؟ الديجيتال يا عم معاهم بطولات. انت مسؤولينك فاكرين كده؟ انت مسؤولينك في اسوأ موسم او من اسوأ مواسم في تاريخ الزمالك، مركز رابع دوري، من بطل دورين ورا بعض الرابع. ما ده يبين لك بقى البطولتين دول جم ازاي. بس احنا مش هنصيح، مش هنتكلم. يلا زكا فعلا لما صلاح قال لك، محمد صلاح قال لك المينتاليتي، هي دي المينتاليتي. والفرق ما بين المينتاليتي بتاعت الاهلاويه والزملكاويه والمينتاليتي بتاعت اداره الاهلي واداره الزمالك. اداره الاهلي في عز البطولات كمل بطولات بالعشر والخمس سنين دوري افريقيا يا راجل. كابتن محمود الخطيب بيعتذر للجماهير. 4 سنين، 4 نهائيات و4 كاس عالم للانديه و3 افريقيا في 4 سنين. وعمر ما في اهلاوي، لا مشجع ولا اداري ولا مسؤول ولا لاعب كوره سابق ولا حالي قال لك كلمه انا زهقت من البطولات. اقسم بالله ما طلعت منهم. معانا خبر بقى مهم جدا، وهو محمد عبد المنعم. يا جدعان بقى سيبونا بقى مين هيمسك هالاند؟ طيب استون فيلا الانجليزي يستعد لتقديم عرض لا يمكن رفضه لمحمد عبد المنعم، نجم دفاع الاهلي ومنتخب مصر. هاشتاج من كل اخواتي الاهلاويه، حسام عبد المجيد افضل مدافع في مصر. متيب يا جدعان، متيب الدوري المصري. حرام بقى يا جدعان. بصوا بصراحه هو بعيدا عن الهزار، واكيد انتوا ما تحبوش ان هو يمشي من عندكم، بس لو فعلا عقد احتراف كويس وفي الدوري الانجليزي. واستون فيلا على فكره من الفرق اللي هي يعني بتبقى وسط جدول. استون فيلا كسب ليفربول 7. فاعتقد يعني كبير طبعا بالتوفيق له. من زمان ما شفناش المدافعين بيحترفوا. اخر واحد كان هاني رمزي، بعد منه احمد حجازي، ولولا اصابه حجازي كان كمل مع وست بروميتش على فكره. بس 2 صليبي صعب قوي، وكان فيرونتينا. فيا مسهل ان شاء الله. لو في فرصه كويسه لعبد المنعم، اكيد كل اهلاوي يتمنى دوت. بس كده دي كانت نهايه حلقتنا النهارده. يا ريت اللي مش مشترك في القناه يشترك عشان يوصل له كل جديد، ولايك وشير للفيديو. سلام.